السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ويلقاكم هاد لا فيديو نتوما في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم سمن معمر في الفرن بطريقه سهله، كيجي مورق ورائع. حضرته للعشاء مع صوبه ديال الخضره. ما نطولش عليكم ونخليكم مع لا فيديو. بالنسبه للخضره اللي غادي نستعمل في الصوبه، هنايا عندي خيزو، القرعه الخضراء، البطاطا، هنايا عندي الفته صغيره، الربيع، بصله كبيره، شويه ديال الصدر ديال الدجاج، ورق ديال سيدنا موسى. استعملت الخضره اللي عندي متواجده في الدار. هنايا بالنسبه للتوابل غادي نحتاج الملحه، العطريه ديال الدجاج، ودابا غادي نوضع كلشي يطيب. من بعد ما توجد الصوبه ونطحنها غنضيف عليها زيت العود. بالنسبه للحشوه ديال المسمن غادي نحتاج فيها 2 بصلات كبار، غنحتاج فيها الكفته ديال اللدن، هنايا عندي معاها الربيع، 2 حبات ديال الخيزو محكوك، هنايا عندي الشعريه الصينيه اللي وضعتها في الماء سخون، هنايا عندي بودره ديال الثوم، الهريسه، الملحه، فلفل احمر، هنايا شويه ديال الابزار والسكنجبير، وعندي شويه من العطريه ديال الدجاج. هنايا خديت مقله غادي نوضع فيها البصله، نضيف عليها شويه ديال الزيت، وغنضيف عليها شويه ديال الملحه، وغادي نديرها تشحر. هنايا خديت الكفته غادي نوضع عليها العطريه اللي ذكرت معاكم، هنايا من بعد ما تشحرات لي البصله غادي نضيف عليها الكفته، ونديرهم يتشحروا مزيان. من بعد ما يتشحروا غنضيف عليهم خيزو محكوك، وهنايا كما كتشوفوا من بعد ما تشحرات لي الكفته دابا غادي نضيف عليها خيزو، وغنضيف الهريسه وغنردهم يتشحروا. هنايا كما كتلاحظوا من بعد ما وجدت لي الحشوه دابا غادي نضيف عليها الفيرميسيل، ونحرك كلشي مزيان ونخليها على جنب تبرد، وغندوز نحضر معكم العجينه ديال المسمن. بالنسبه للعجينه هنايا عندي الدقيق، غنحتاج شويه ديال الملحه، كيس ديال الخميره ديال الحلوى 7 غرام، وغنحتاج الماء باش نعجن الخليط.
وهنايا من بعد ما دلكت العجينه مزيان، دابا غادي ندهنها بشويه ديال الزيت وغادي نغطيها بواحد البلاستيك غذائي وغادي نخليها ترتاح. وهنايا من بعد ما ارتاحت العجينه، دابا غادي ندوز نقطعها كريات صغار. هنايا خديت سلافه فيها الزيت وغنضيف عليها مايزينا باش غادي نورق بها العجين. وهنايا غادي ناخد العجينه وغادي نطلقها عادي كما المسمن العادي. ودابا غادي نوضع الخليط ديال المايزينا والزيت كما كتشوفوا، وغنجمع كما المسمن العادي في نفس الوقت وانا كندهن بالزيت ومايزينا. كما كتشوفوا على هذا الشكل، وغنحطها على جنب ونكمل الكميه كامله بنفس الطريقه. كما كتلاحظوا من بعد ما ساليت الكميه كامله، دابا خديت لي المسمنه الاولى غادي نطلقها وغنسرحها بلا زيت كما كتشوفوا، حيت ديجا خدمت بالزيت ومايزينا. وكنقلف على هذا الشكل هذا نفس الطريقه من الجهه الاخرى.
من بعد كنقطعهم على هذا الشكل، وكنوضعهم في الطاوه. من بعد كنقسمهم من الفوق، كما كتلاحظوا. من بعد ما كملت الكميه كلها قطعتهم كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. من بعد خديت بيضه وضعت شويه ديال الخل باش يحيد الزفوريه ديال البيض، وغندهن الوجه ديال المسمن كامل، وغندخلو للفران ونرجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي. كما كتلاحظوا هذا هو الشكل النهائي ديال المسمن في الفران والصوبه ديال الخضره. كنتمنى تنال استحسانكم. اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال. والى عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم وكومونتيرات فقط للتشجيع. وشكرا لكم على حسن المتابعه. خليت لكم الراحه في فيديو قادم ان شاء الله.